انا لحد النهارده كل ما اشوف بوكس مقفول عليه رقم 6 جسمي بيقشعر، مش عشان اللي كان جواه، عشان اللي خرج منه. فلو انت لسه جديد في القناه او لسه جديد في القناه فما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت يا باشا انت وهي تعملوا لايك للفيديو دوت، لان استاذ يوتيوب بيحب اللي يتفاعل مع الفيديوهات. فعايزين بقى نوري بقى همتنا لليوتيوب ان انتوا فعلا متفاعلين مع الفيديوهات ديت. وكمان يهمني جدا ارائكم في التعليقات عن سرد القصه وايه رايكم في القصه وكل الكلام ده. فهحترم جدا اللي هيقول لي اراءه في التعليقات، وبرضه هحترم برضه اللي برضه مش هيقول اراءه برضه في التعليقات. فاتمنى تكملوا القصه لحد النهايه ويلا بينا نكمل. انا اسمي عادل واشتغلت فتره قصيره في مخزن شاحنات قديم على اطراف المدينه. المكان كان ضخم مليان رفوف عاليه وصناديق جايه من كل حته. الشغل كان بسيط، نستلم البضاعه ونسجلها ونخزنها. من اول يوم لفت نظري صف صناديق خشب في اخر المخزن، كل واحد عليه رقم باللون الاسود، 1 و2 و3 لحد 6. الغريب ان كل الصناديق كانت بتتحرك وتتفتح بشكل عادي الا بوكس رقم 6. مدير المخزن قال لي وانا بمضي الورق: اوعى تقرب منه حتى لو حد طلبه. ضحكت وافتكرته بيهزر، قلت له يعني ايه؟ في ايه؟ ده صندوق اثار ولا ايه؟ بص لي بصه غريبه وقال: ما تسالش. من ساعتها بقيت كل يوم وانا بعدي من جنبه احس انه مختلف. المخزن كله كان حر الا الركن اللي فيه البوكس ده. الهوا هناك ساقع بطريقه غريبه. مره واحده وانا بعدي سمعت خبطه جايه من جوه، وقفت سكت. بعدها بثانيتين خبطه تانية، قلت يمكن الخشب بيتمدد. كملت شغلي. تاني يوم وانا بجرد البضاعه لقيت الورقه اللي متعلقه على البوكس مكتوب عليها بخط احمر: ممنوع الفتح مهما حصل. اكيد حد بيهزر، بس لما سألت العمال كلهم بصوا لبعض وسكتوا. واحد كبير في السن قرب منه وقال: اسمع الكلام، ما تخليش فضولك يوديك في داهية. عدى اسبوع وفي وردية الليل الكهرباء قطعت، المخزن كله بقى ضلمة. فتحت كشاف الموبايل وانا ماشي سمعت صوت خبط مرة و2 و3. الصوت كان جاي من اخر المخزن من عند بوكس رقم 6. مشيت ناحية الصوت وانا بقول لنفسي اكيد في فار ولا حاجة، بس كل ما قرب الصوت كان بيعلى لحد ما وقفت قدامه. وساعتها سمعت حد بيخبط من جوه بنفس ايقاع دقات القلب. بعدها سمعت صوت واطي جدا: افتح. رجعت لورا بسرعة، قلبي كان هيقف، بصيت حواليا مفيش حد. الصوت رجع تاني، انا محبوس. جريت من المكان. تاني يوم حكيت للمدير، وشه اصفر. قال لي: انت سمعته؟ قلت له: اه. قال لي: يبقى خلاص الدور عليك. افتكرته بيخوفني. قدمت استقالتي في نفس اليوم. لكن الغريب كل ليلة كنت بصحى على نفس الصوت: خبط على باب اوضتي 3 خبطات. ولما ببص من العين السحرية مفيش حد. بعدها اسمع نفس الهمس: افتح. بدأت اتجنن. غيرت الشقة. الصوت راح معايا. سافرت عند قرايبي في محافظة تانية. الصوت سبقني. كل ليلة 3 خبطات: افتح. في ليلة ما قدرتش استحمل، فتحت الباب بسرعة. ما لقيتش حد، بس لقيت الصندوق خشب صغير عليه رقم 6. رميت الصندوق في الزبالة. الصبح رجع قدام الباب، ولما مسكته لقيت الغطا مفتوح، مع اني متأكد ان رميته مقفول، بس جواه كان فاضي. ضحكت من التوتر، قلت خلاص دماغي بتلعب بيا. دخلت الصندوق جوه البيت عشان اشوفه هو فيه ايه اصلا. اول ما حطيته على الترابيزة سمعت باب الحمام بيتقفل لوحده، بعدها باب المطبخ، بعدها باب الأوضة. كل الأبواب كانت بتتقفل واحدة ورا التانية، وكأن حد بيلف على البيت. ناديت: مين؟ مفيش رد، بس سمعت صوت خطوات بطيئة بتقرب. وقفت مكاني. الخطوات وقفت مكاني. الخطوات وقفت قدامي مع ان مفيش اي حد. بصيت ناحية الصندوق، لقيته ما بقاش فاضي، كان في ورقة. مسكتها مكتوب فيها: دلوقتي الدور عليك تحرس البوكس. ضحكت بعصبية، قطعت الورقة ورميتها. بعدها بثانية بعد ما قطعت الورقة لقيت القصاقيس رجعت اتجمعت لوحدها تاني، والجملة رجعت زي ما كانت. جريت على البلكونة ورميت الصندوق من الدور السادس. سمعت الصوت خبط، ارتحت شوية
لكن اول ما لفيت لقيت الصندوق محطوط على السرير كأنه عمره ما خرج. في اللحظة دي عرفت ان الموضوع مش هزار. اتصلت بالمدير، الموبايل كان مقفول. رحت المخزن لقيت المكان مهجور، اترف في كل حتة، محدش دخله من سنين. دخلت وانا مستغرب. مكان بوكس رقم 6 كان فاضي، بس على الارض لقيت دفتر قديم فتحته. كان في اسامي، كل اسم قدامه تاريخ. اخر اسم المدير، وقبله عشرات الاسامي. اخر سطر كان لسه مكتوب حالا: عادل. ايدي كانت بترتعش. قلبت الصفحة الاخيرة، كان مكتوب: لما الحارس يهرب البوكس يختار غيره. فجأة سمعت الخبط ورايا. لفيت، الصندوق الصغير كان واقف في نص المخزن لوحده. الغطا اتحرك ببطء وطلع منه نفس الصوت: اقفلني. مشيت لورا، لكن الأرض كانت مليانة صناديق كلها رقم 6. بصيت حواليا، المخزن كله اتغير، بقى الآلاف الصناديق، وكل صندوق بيطلع منه خبط، وكل خبطة جاية بصوت مختلف. رجالة، ستات، أطفال، كلهم بيقولوا نفس الكلمة: افتح. جريت ناحية الباب، فتحته، لقيت نفسي واقف قدام باب شقتي، نفس الشقة ونفس الترابيزة والصندوق فوقها، كأنه ولا حاجة حصلت. عدى على الليلة دي 2 سنين، ما عدتش بشتغل ولا بخرج كتير. كل اللي بعمله اني بحرس الصندوق، لان اول مرة حاولت اسيبه وفي اخر الليل رجع. بس المرة دي ما كانش لوحده، كان معاه بوكس صغير تاني مكتوب عليه رقم 6. اتمنى لو انت وصلت لحد اخر القصة ما تنساش بقى ان انت تعمل بقى اللايك بتاعك الجميل بقى والكومنتات بقى بتاعتك الحلوة دي، وشجعني كده وقول لي ايه رأيك في القصة. لو عجبتك القصة يا ريت تقول لي ارائك، ولو ما عجبتكش برضو قول برضو ارائك، وانا هحترم اراء الجميع. وكل الحب لكم، واحنا في الاول وفي الاخر احنا اخوات كلنا، وكلنا ولاد 9. فاتمنى ان الكل يحب لي الخير زي انا ما بحب لكل الخير. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.